السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل تحلية حلوة كده ترطب على قلبنا في الجو الحر ده بعلبة بسكوت عندك سادة. وطبعا المانجا رخيصة جدا في السوق، وشوية فول ومهلبية بقى. وكمان هنعمل بأربع طبقات مختلفة. يلا نشوف الجمال والحلاوة ده عملناه ازاي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعالوا بقى اقول لكم على المكونات. سهله خالص وموجوده عندنا في كل بيت. علبه بسكوت، اي نوع بسكوت عندك، اي نوع، بس البسكوت ده جميل قوي قوي، طعمه حلو جدا. لقيته في السوق العلبه دي كلها فيها 6 وحدات ب20 جنيه، بس كان طعمه جميل جدا 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 بصراحه. انا اول مره اشوف نوع البسكوت ده وجبته، يعني كده انا ما كنتش عارفاه، يعني اول مره اجربه. ال6 ب20، يعني 3 بواكي بسكوت من دول ب10. طعمهم حلو قوي 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 بصراحه، طعمه جميل جدا ساده كده. وكان طعمه جميل قوي، بتاع شاي يعني، بسكوت شاي ساده. اي نوع عندك يكون موجود. جبت علبه من بقولك فيها 6 بواكي اهي، وكان طعمه في منتهى الجمال. وجبت نشا، جبت معاكو منجيتين. وادي المطحنه اللي نطحن فيها البسكوت، لان الكبه طبعا انتوا عارفين بايظه. جبت بقى دانت بالشوكولاته ودانت بالفانيليا، طعمه حلو قوي 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 بصراحه، جميل جدا. وجبت معاكم رتلي لبن، غليته بقى وكنت سايباه يبرد. بقول لكم المطحنه دي هنطحن بقى البسكوت ده، وارجع لكم بعد ما نطحن البسكوت. المنجيتين دول كانوا في الفريزر متلجين، وفي الاخر نسيت اعملهم على اخر لحظه خالص. عملت المانجا. جبت البسكوت اهو، بصوا كان طعمه حلو قوي بصراحه، يعني بجد لو شفتوه هاتوه، وبجد طعمه حلو قوي. هكسره بايدي كده بقى البسكوت، وبعد كده هحطه في المطحنه العاديه بتاعه الخلاط. لان ان شاء الله برضك لسه ما جبتش كب كده، باذن الله كده ادعوا لي ربنا يصلح الحال كده واجيب كبه ان شاء الله، ربنا يصلح الحال يا رب. هكسره بقى كده نص تكسيره كده البسكوت، واقوم حاطاه بقى ايه في المطحنه ده، يبقى عامل زي البودره كده او زي الرمل. انا عايزاه ناعم خالص، ما يبقاش فيه إيه حتت، لا انا عايزاه ناعم جدا. لان هعمل بسكوت اللي هو يعتبر تشيز كيك. لا مش هيبقى بقى تشيز كيك، تشيز بالبسكوت. 4 طبقات تشيز بسكوت، 4 طبقات، بس بجد طعمه روعة الروعة فعلا، قمر قمر قمر، وحاجة كده تطر على قلبنا في الحر ده بصراحة. حاجة بتبقى ساقعة كده وطعمه في منتهى الجمال. بقول لكم اهو. وجبت كمان زبدة معاكم، أي نوع زبدة، كريستال، فرن، الجنة. ده كان عندي كريستال، طعمها حلو قوي برضك وجميلة، الموجودة عندك. اي زبده موجوده عندك. بعد ما طحنت اهو البسكوت وخليته ناعم جدا اهو، عامل زي الرمله كده، جميل جدا اهو. بصوا عامله زي الرمل. سيحت بقى بتاع ربع فنجان كده او نص فنجان زبده، سيحتها حلوه قوي كده. وبقيت اقلب بقى البسكوت، وهحط كمان شويه ميه للبسكوت. ليه يا نعمه تحط شويه ميه؟ انا عايزه البسكوت يشرب من الزبده ويشرب من الميه، بحيث ان انا لما احط البسكوت كده على ايدي احس هو عامل زي الرمله المنديه، ما يبقاش مكلكع كده ولا خشن. لا بصوا، حطيت معلقتين ميه كده، يعني مش كتير، معلقتين كبار ميه، بحيث ان لما انا اقلبه كده بقى الميه تشرب، البسكوت يشرب من الميه ويشرب من الزبده، بحيث ان البسكوت يبقى عامل زي الرمله كده، مندي كده، وفي نفس الوقت يبقى طري كده معايا، ما يبقاش خشن. لا انا عايزه البسكوت ناعم كده ويبقى عامل زي الرمله بالظبط. بصوا بصوا حتى لونه كله، بصوا، بسم الله ما شاء الله، بصوا عامل زي الرمله ازاي المنديه. انا عايزاه كده، عشان هو ده بقى اللي هيدي نتيجة حلوة جدا جدا، وتاكليه كده طعمه في منتهى الجمال. اقسم بالله تشيز البسكوت ده بال4 طبقات روعة روعة روعة. جبت كده القالب الحراري، والمفروض ان انا ما كنتش احط عليه الكيس ده. قولوا لي ليه؟ دي غلطة مني، ما تعملوهاش، لان انا قلت ما احط الكيس ده، بحيث ان انا لما يتجمد معايا البسكوت بال4 طبقات هفك الكيس بقى، وهشيل الكيس، وهقوم ايه، تشيز البسكوت ده ال4 طبقات هشيله بقى بالكيس، واحطه كده بقى واقطعه قطع. لقيت ان هو الكيس ما مسكش في ال4 طبقات. لا المفروض ان انا كنت عملته في القالب الحراري ده على طول، وما كنتش حطيت الكيس، لان الكيس ما مسكش الطبقات ولا اي حاجه. عفوا على صوتي، اعذروني. الكيس ما مسكش بال4 طبقات،
يعني انا كنت مفكره ان هو الاربع طبقات دول هيمسكوا مع بعض في البسكوت، بحيث ان انا هفك الكيس ده من بعضه، وهقوم بقى حطاه، هيطلع بقى ايه التشيز البسكوت ده إيه قطع، او معنى صح اقطعه كده بقى يبقى جامد كده ومتجمد معايا. للاسف ما طلعش كده بجد، ودي غلطه ما تعملوهاش. انا بقول لكم عشان ما تجربوهاش ولا تعملوها، اعملوها على القارب على طول. المفروض ان انا كنت حطيته في القارب الحراري ده على طول، بس انا قلت الطريقه ديت ممكن هتخلي بقى التشيز البسكوت هيطلع بقى منه كده يبقى جامد كده، ويطلع كده اقطعه قطع او قطع كبيره كده يبقى متجمد مع بعضه. لا، ما عملش معايا كده. المهم يا حبايبي، جبت كوبايه 4 معالق نشا، ودوبتهم في كوبايه لبن كده. اللبن ده بارد مش سخن، عشان طبعا النشا ما يكتلش معايا. جبت 4 معالق نشا كده كبار، وقمت مدوباهم في كوبايه اللبن دي كده تقليبه حلوه قوي كده، وهحطه على اللبن تاني. اللبن ريتل اللبن ده هيسيبه على مرتين. مره هعمل بيه النشا الطبقه الاولانيه، والنص التاني حتى هو تشوفوه. يعني انا شايله كوبايتين كمان. يعني كوبايه اللبن دي كوبايه اللبن دي، يعني نص ريتل اللبن اخد 4 معالق نشا. يعني الريتل اللبن ده هعمله مره كوبايتين نشا، يعني 4 معالق نشا وكوبايتين لبن، والنص التاني برضك من الريتل اللبن. او بصوا القوام بتاع النشا جميل ازاي. اخد كوبايتين لبن، كوبايه ضربت فيها ال4 معالق النشا، والكوبايه التانيه حطيت بقى كله على بعضه كده، وحطيته بقى على النار، وقعدت اقلب 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 كده لما خليت النشا يبقى قوامه ناعم كده وكريمي. وفي نفس الوقت النص التاني بقى من اللبن حطيت بردك 4 معالق نشا، وكان عندي شوية عصير مانجا، قمت حطاهم كمان على النشا، عشان هنعمل معانا طبقة النشا بالمانجا. 4 معالق نشا، وكان عندي كوباية مانجا كده فريش عصرها يعني كانت في التلاجة، وقمت حطاها على ايه على اللبن. هتبقى ايه النشا باللبن، طعمها حلو قوي قوي كده. وبرضك 4 معالق نشا، وقلبت برضك او قلبت كده لما القوام بتاعها طلع حلو جدا. ده من السكر معلقه ده مطرح، ده نقطه شاي مطرح السكر ان انا حطيته. اول حاجه بقى حطيت بعد البسكوت على طول ما انا رصيته كده وحطيته في القارب، حطيت النشا، الطبقه المهلبيه بتاعت النشا سقعت، ولازم تكون ساقعه ساقعه جدا جدا وتبقى جامده. لما بردت معايا الطبقه الاولانيه اللي هي النشا اللي هي المهلبيه، ضفت معاكم بقى الطبقه التانية اللي هي المانجا، النشا اللي بالمانجا، دي الطبقه التانية. رصصته بقى حلو كده، وهحطه بقى طبعا معاكم برضك في التلاجة يسقع اقل حاجه 3 ساعات. بعد ما جبت بقى معايا الطبقه اللي هي بالمانجا، طبقه النشا بالمانجا جامده اهي. بصوا بقول لكم جمدت قوي اهي. وبرصصها بقى، هجيب بقى معاكم الدنت اللي بالشوكولاته، طعمه حلو جدا جدا، والدنت اللي بالفانيليا هقسمها نصين، نص احط فيه اللي بالشوكولاته، ونص احط بيه بالفانيليا بالكراميل، يعني كراميل اهو. بقول لكم هقسمها بقى بالنص، النص التاني بالكراميل. واهو بصوا ده بالكراميل كان طعمه حلو قوي قوي. هقسمه نص كده ونص كده، ارصصه بقى معاكم كده وافرده بقى حلو كده. كل ده لازم المهلبيه تسقى معاكي حلو قوي في التلاجة. يعني ما تبدايش الخطوه اللي هو الكراميل ده اتدنت بالكراميل ده قال لما تجمد معاكي طبقه اللي هو النشا اللي بالمانجا. بصوا بصوا بقى للجمال وبالحلاوه. طبعا الدينت ده زوقته معاكوا بشويه فول كده اي مكسرات عندك بقى تحبي بقى تزوقيها، نص ونص اهو، نص بالكراميل بالشوكولاته، دنت بالشوكولاته، والنص التاني زوقته بقى معاكوا بالمانجا. بصوا بقى الجمال والحلاوه. بصوا الجمال بقى والحلاوه، طعمه بقى ما اقولكوش، طعمه روعه. واللي اتدنت بالشوكولاته عاطي بقى البسكوت مع ال4 طبقات، طبقه المانجا، اللي المهلبيه بالمانجا، والمهلبيه الساده، والبسكوت مع الفول السوداني بقى اتدنت اصلا لوحده، طعمه في منتهى الجمال من غير اي حاجه. والمانجا كمان محلياه ومخلياه شكله يفتح نفسي فعلا. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. جربوا معايا التشيز ب4 طبقات في منتهى الجمال بالمانجا وبالدنت، بجد بجد حاجة قمر قمر قمر. وطعمها حلو هطر على قلبكم في الجو الحر ده. بسم الله ما شاء الله. وكان طعم البسكوت طعمه جميل جدا جدا جدا. بجد بجد بنصحكم ان انتوا تجربوا الطريقة دي، حلوة قوي قوي قوي. ما تنسوش يا حبايبي اللايك
اوعوا تنسوا اللايك والتعليقات الحلوه اللي انا بستناها منك. انا شايفاكي انت وهي ما بتحطوش اللايك مش بفلوس. ما تنسيش بقى اللايك الحلو بتاعك والكومنت الجميل اللي انا بستناه منك. بصوا بصوا الجمال وبصوا الحلاوه، طريه كده وجوسي كده وطعمها. ما تنسيش بقى دعوه حلوه من قلبك. مع السلامه اجدع اخوات. تنسيش اللايك.